انه اتحاد الكره كان اعلن بشكل صريح انه في نقاط هتتخصم في حاله اقتحام الجماهير. النهارده اتحاد الكره الجواب اللي بعته للانديه كانه لم يكن، وعملوا غرامات او عملتوا غرامات ماليه فقط. فطبعا تساؤل من الانديه ومن الجمهور حتى ومن انا شخصيا، التغير ده حصل ليه يا باشمهندس حسن؟ لا، نمره واحد انا لجنه المسابقات بتحكمها. اولا احنا كمجلس اداره مالناش دخل. نمره اثنين، هناك لجنه مسابقات برئاسه الكابتن مازن مرزوق. هي بعت الجواب اللي مبعوث للانديه في حاله الغاء الحكم المباراه تصبح النتيجه 2-0 للنادي الاخر. الحكم ما الغاش المباراه، الحكم كمل المباراه للنهايه، اذا كانت مباراه النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي اتحاد اسكندريه. يعني الحكم كاتب في تقريره ان المباراه تم استكمالها المباراه الاولانيه، وتم استكمال المباراه الثانيه، وتم استكمال المباراه الثالثه. ما قالش انه الغى. مراقب لجنه المسابقات كاتب نفس التقرير للثلاث مباريات. فاصبح ان هنا ما فيش الغاء للمباراه يا كابتن عبد الرحمن. لكن انا عارف على حد علمي يعني، ومعلومه انا عارفها كويس جدا، انه واحد من حكام الثلاث مباريات ما لغاش بس مش بمزاجه، هو كان عايز يلغي. لا، انا المعلومه اللي عندي انا اللي بقولها لحضرتك. وبعدين انا بتحكمني في الحاله دي لوائح وجوابات راحه للانديه. لجنه المسابقات اعتمدت على الجواب وعلى النص اللي بيقول في حاله الغاء المباراه. طب يا باشمهندس حسن، هو الدوري بجمهور ولا بدون جمهور دلوقتي؟ بدون جمهور، مظبوط؟ اولا مين اللي منع الجمهور؟ مين؟ الامن. مين اللي سمح بدخول الجمهور؟ الامن. بس انا داخلي. طب اما عملتوا غرامه ليه بقى؟ لا، لان طب ما الامن سمح خلاص. المسابقه وشروط المسابقه ان تقام المباريات بدون جماهير. فلما بيخش جماهير لابد ان يوقع عقوبه على الجماهير صاحبه الملعب. طب ما حضرتك دلوقتي بتقول لي قرار عدم وجود جمهور ده مش قرار اتحاد الكوره، ده كان قرار. لا املكه يا كابتن عبد الرحمن، انا لا املكه. اللي يملك عدم دخول الجمهور هو الامن. طب لما حضرتك لا تملكه بتعاقب عليه ليه؟ يعني اللي اقصده يا اما تعاقبه العقاب اللي هو المعلن، او يعني ما اعرفش حضرتك نعم، اللي هو ايه تقصد ايه؟ يعني اللي انا اعرفه ان هو دلوقتي مثلا مباريات بدون جمهور، حضرتك بتقول لي ده الامن بس، ده الامن يعني ده كان بمزاج الامن، لكن لو هم وافقوا ان الامن الجمهور يخش خلاص. طب لما هو الموضوع امني بحت يبقى هو ملوش جانب بقى في اتحاد الكره، يعني خلاص يبقى ساعتها ما يبقاش فيه عقوبات اصلا. طب ما الامن وافق فعلا. بص يا كابتن، بص انا معاك في رايك جميل جدا. ولكن انا جهه منظمه اللي بيمنع الجمهور، اللي قايل ممنوع الجمهور يخش الامن، والذي سمح للجمهور اللي يخش هو الامن مش احنا. حلو. طيب انا عندي جواب بيقول اذا دخل الجماهير المباراه والغى الحكم المباراه تحتسب النتيجه للنادي الاخر. هو هنا الحكم ما لغاش طب هو ما لغاش ليه؟ يعني ما لغاش ليه؟ لا، ما عنديش فكره. طب يعني امتى كان المفروض يلغي؟ يعني امتى كان المفروض يلغي؟ اذا حدث مثلا عراك او حدث اقتحام ارضيه الملعب، لابد انه يرجع حفاظا على ارواح اللاعبين. الناس في المباراه الاولانيه الناس دخلت وخرجت بعد 10 دقائق. نيجي للمباراه الثانيه اللي هو الزمالك والاسماعيلي. الناس دخلت وفضلت قاعده لاخر المباراه. بالظبط. ماتش اتحاد اسكندريه الناس دخلت وفضلت قاعده برضه لنهايه المباراه. وبالتالي العقوبه تكون غرامه ماليه، لان ولا واحد من الثلاث حكام الغى المباراه. يعني طب لو نادي الجونه دلوقتي طلب اللي هو ان هو ينسحب، يعني عشان انا عارف ان ده الاتجاه بتاعهم دلوقتي. الحقيقه انا كان بيني وبين الحاج احمد الصحيفي مكالمه طويله امبارح. اولا انا ماليش دخل في قرار لجنه المسابقات، لا انا ولا زميل من اعضاء مجلس الاداره. احنا مالناش دخل، احنا بندي العيش لخبازه. هناك لجنه مسابقات تدير المسابقه. يعني سواء بقى هم انسحبوا وما انسحبوش ده مع لجنه المسابقات.
لا انا بقول مدخل علشان اكمل. اوكي. ده رقم واحد، انتوا مالكوش دخل لجنه المسابقات. تمام. بالظبط. لجنه المسابقات ليها لوائحها وليها شروطها اللي بتتعرض علينا ثم نصدق عليها. هو انا امبارح كان عندي مكالمه مع احمد بيه الصحيفي، مكالمه طويله الحقيقه. وصلتوا لايه؟ انا ما كنتش اعرف قرار لجنه المسابقات، ولكن لما تعارض تقرير الحكم وتقرير مراقب لجنه المسابقات ان الحكم لم يلغى المباراه ورجعنا للائحه، ايوه، اصبح الغرامه هي اللي موجوده. اوكي. لو هم بقى اصروا ان هم لا ينسحبوا وكده خلاص يبقى ده قرارهم يا بقى. كابتن عبد الرحمن اللائحه صريحه. ايوه، لا اقصده ده هيبقى قرارهم بقى، هم حرين فيه يعني خلاص. برافو عليك. برافو عليك. ولكن طبعا كل تقديري لا مفهوم. طبعا كل تقديري لنادي الجونه. هم نادي كبير ولهم حق انهم ياخدوا قراراتهم. طب كابتن حسن عندي سؤال تاني معلش. الامن سمع ان هو بعت رفض ان هو يامن مباريات الاسبوع القادم اللي هو بكره وبعده. دي طبعا صحيح. جالنا جواب من مديريه امن القاهره رفض اقامه مباراه الاهلي والمقصه، ورفض إقامة مباراة الزمالك واتحاد الشرطة والجيش. طب وبعدين؟ هناك محاولات بتجرى لحد ما حضرتك بتكلمني، وأنا كنت على اتصال برجال الأمن في وزارة الداخلية، وعلى اتصال بالسيد العمري فاروق وهو موجود في سوهاج في رحلة تفقدية للمنشآت الرياضية. تمام. وإحنا لسه بنتكلم ولسه قدامنا وقت نقدر ناخد فيه قرار، لان المباريات في القاهره ما فيهاش سفر ولا حاجه. فيعني يمكن بعد ساعه تتحل المشكله. اذا الامن اصر أيوة. على عدم اقامه مباراه الاهلي وعدم اقامه مباريات الزمالك، بقيه المباريات هتشتغل. بقيه المباريات هتشتغل مع ان ده الاسبوع الاخير لازم يتعمل كله في نفس الوقت يعني. انا معاك. انا موافقك. ولكن احنا بنحاول نطلع من المطب. يعني بتضحي بحاجه برضو علشان الدنيا تمشي. ما عنديش مشكله غير مشكله واحده، مباراه الاهلي والمقصه، لان المقصه لازم يكسب النادي الاهلي. لان هناك نتيجه مرتبطه ما بين الجونه كهبوط يعني. بالظبط كهبوط. ما عنديش غير المشكله. طب وساعتها بقى لو الامن اصر الرفض هتلعبوا بقيه المباريات وتعيدوا بقى جدوله المباراتين دول؟ ممكن. الاستاذ مازن مرزوق موجود في غرفه العمليات معانا، واحنا كلنا قاعدين. الاستاذ محمود الشامي، الحاج احمد مجاهد، كابتن ايهاب لهيطه، ثروت بيه سويلم، الكابتن مازن مرزوق، اللي هي لجنه الطوارئ. انتوا حاليا مجتمعين حاليا؟ المفروض العمري بيه المفروض يكلمني كمان نص ساعه. انتوا مجتمعين دلوقتي يعني، صح؟ الامنيه مجتمعين دلوقتي حضرتك بتقول. مظبوط. احنا مجتمعين من الساعه 11 الصبح. طيب اخر حاجه كابتن حسن، لو النقاط تساوت، حضرتك عندك فكره الاحتكام هيكون لايه، خاصه ان تحت في الهبوط لو تساوي النقاط مثلا فريقين بيبقى مواجهات مباشره اللي بتحكم ولا ايه؟ لقاءات الفريقين مباشره، مواجهات مباشره. تمام. اشكرك كابتن حسن.